تحمل مدرب نادي النصر السعودي رودي غارسيا مسؤولية إقصاء فريقه من كأس السوبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وقال غارسيا إن الفرصة الضائعة لرونالدو في الشوط الأول كانت نقطة التحول في الهزيمة. وخسر النصر من الاتحاد الخميس بواقع 3-1 برسم لقاء نصف نهائي الكأس السوبر السعودي. وباغت الاتحاد النصر بهدف مبكر في الدقيقة 15 عن طريق رومارينيو الذي تلقى تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء ليسددها من لمسة واحدة في المرمى. وأهدر الدون فرصة ثمينة للتعديل في الدقيقة 43 من اللقاء، حيث استقبل عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها عالية وضربها برأسه، لكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي تصدى لها ببراعة. وبحسب موقع جول فإن النجم البرتغالي كريستيانو سقط في امتحانه الكبير الأول مع فريقه الجديد النصر. ولم يكد رونالدو يستوعب كيف صد البرازيلي محاولته، حتى وجد فريقه متخلفا بهدف ثان سجله برأسه المغربي حمد الله إثر غرضية متقنة من رومارينيو.